بالنسبة لنا إنجاز كبير. يعني كنا كمان صغيرين في السن، معظم الفرقة كانت صغيرة. جيل 81 كان لسه راجعين من كأس عالم للشباب في الأرجنتين، وكان أول سنة مانويل جوزيه تدريبية في النادي الأهلي، وقدرنا نحصل على البطولة، فكان إنجاز كبير طبعا. لكن لو تقول لي يعني واحدة مقربة لقلبي أكتر كانت 2012، كان ظروفها صعبة. يمكن كان دوريين اتلغوا بسبب الظروف اللي كانت حاصلة في مصر، والمذبحة طبعا بتاعت بورسعيد. فكانت 2012 دي البطولة الوحيدة، احنا غالبا الفرقة الوحيدة كانت بتمارس النشاط في مصر، وأطلقنا على البطولة دي بطولة الشهداء. فكان دي يعني حاجة بسيطة كان ممكن نقدمها للشهداء وأهاليهم، فكانت البطولة دي. فكان أعتقد دي أكتر حاجة محببة لقلبي، وأعتقد برضو للجمهور الأهلي ولاعيبتنا الأهلي نفس الموضوع. أكيد. شكرا يا كابتن. هنبتدي القرعة بقى دلوقتي. هبتدي اشرح القرعه ماشيه ازاي. The procedures of the draw. I'm going to explain now the procedures of هذه إجراءات القرعة الخاصة بدوري أبطال أفريقيا. مثل ما قلت هناك 4 مستويات، في كل مستوى وضعنا الفرق حسب ترتيبها التفاضلي. إذا بالنسبة للوعاء الرابع، الكرة التي تسحب الأولى من الوعاء الرابع تذهب إلى الموقع الرابع من المجموعة الأولى، الكرة الثانية إلى الموقع الرابع من المجموعة الثانية، الموقع الرابع من المجموعة الثالثة، والكرة الأخيرة تذهب إلى الموقع الرابع من المجموعة الرابعة. بالنسبة للمستوى الثالث، كل الكرات المسحوبة تذهب إلى الموقع الثالث من كل مجموعة. بالنسبة للمستوى الثاني، الكرات تذهب إلى الموقع الثاني من المجموعات. أما فيما يخص فرق المستوى الأول، فإن كل الكرات المسحوبة سوف تتموقع في الموقع الأول من كل مجموعة. المريخ السوداني. إذا نبدأ عملية القرعة. نادي المريخ، نادي المريخ السوداني يذهب إلى الموقع الرابع من المجموعة الأولى. الفريق الثاني من المستوى الرابع هيبقى شباب بلوزداد. نادي شباب بلوزداد الجزائري، الظهور الثاني في دورة أبطال أفريقيا، يذهب إلى الموقع الرابع من المجموعة الثانية. الرابع هيبقى مش عايز تفتح كايزر تشيفز. كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا، الفائز بكأس 2001، يذهب إلى الموقع C4 من المجموعة الثالثة. الفريق الأخير هو نادي هيبقى تانجث اف سي. نادي تانغث السنغالي، الظهور الأول في منافسات دوري أبطال أفريقيا. طبعا سيذهب إلى الموقع الرابع من المجموعة الرابعة. أنهينا الفرق الموجودة في الوعاء الرابع أو في المستوى الرابع. نذهب الآن إلى فرق المستوى الثالث، والتي تشمل نادي الهلال، نادي أتلتيكو بتريوليس، نادي سيمبا، ونادي مولودية الجزائر. كل هذه الفرق سوف تتموقع في الموقع الثالث من كل مجموعة. هيبقى سيمبا السي. سيمبا اوف تنزانيا، نادي سيمبا التنزاني وصل إلى كأس السوبر في 1989، كأس السوبر الأفريقي. يتموقع في المكان الثالث أو في الموقع الثالث من المجموعة الثالثة. نادي الهلال رانر اب اوف تشامبيونز ليج 87 and 92، وصيف 1987 و 1992. نادي الهلال السوداني. ثالث فرقة من المستوى الثالث بيترو أتلتيكو أنغولا. أتلتيكو بترولو من أنغولا يتموقع في المكان الثالث من المجموعة الثانية. آخر فرقة من المستوى الثالث لابد أن يكون هذا النادي هو مولودية الجزائر. الفائز بنسخة دوري أبطال أفريقيا في 1976. ليفل 2 زمالك مملودي. نذهب الآن إلى فرق المستوى الثاني، والتي تشمل نادي الزمالك المصري،
ماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا، نادي حرية من غينيا، الثاني وفيتا كلوب من جمهورية كونغو الديمقراطية. AS فيتا كلوب AS Vita de Congo winners of the competition in 1973. الفائز بدوري أبطال نسخة دوري أبطال أفريقيا في 1973، يتموقع في المكان الثاني من المجموعة تاني فرقة في الأولى. المستوى الثاني هتبقى ميميلودي سان داونز FC. Mamelodi Sundowns of South ماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا، والفائز بنسخة الشامبيونز ليج في عام 2016، يتموقع في المكان الثاني من المجموعة الثانية. ثالث فريق من المستوى الثاني هيبقى حورية AC. نادي حرية من غينيا يتموقع في المكان الثاني من المجموعة الثالثة. آخر فريق من المستوى الثاني يكون أكيد الزمالك طبعا. الزمالك من مصر فاز نادي الزمالك، فاز 5 مرات بنسخة دوري أبطال أفريقيا، وسيتموقع في المكان الثاني من المجموعة الرابعة. ننتقل الآن إلى الوعاء الأول، المستوى الأول، وهذا الوعاء يضم نادي الأهلي المصري، نادي الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، تو بيسون مازيمبي. الأهلي FC. الأهلي نادي الأهلي سوف يتموقع سمير كويس كده ولا؟ في الموقع الأول أو في المكان الأول من المجموعة الأولى. تاني فرقة المستوى الأول الفريق الثاني سوف يتموقع في هتبقى مازيمبي. في المجموعة الثانية نادي تو بويسون مازيمبي من جمهورية كونغو الديمقراطية. ثالث فريق من المستوى الأول هيبقى ده وداد. الوداد البيضاوي المغربي، فاز مرتين بنسخة دوري أبطال أفريقيا. آخر فريق المستوى الأول أكيد هيبقى الترجي، صح؟ ده اللي ناقص، الترجي التونسي. نادي الترجي التونسي الفائز 4 مرات بكأس دوري أبطال أفريقيا. هكذا ننهي عملية القرعة، وهذا هو التذكير بالمجموعات الأربع.